القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر. سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. الأسرة التيمورية من الأسر العريقة التي كان لها دور في تاريخنا الأدبي المصري المعاصر، فكل أفرادها له باع وأثر ودور في الإبداع الشعري والقصصي واللغوي، بدءا من أحمد باشا تيمور مرورا بشقيقته عائشة التيمورية، وانتهاء بولديه محمد ومحمود تيمور. ولمحمود تيمور دوره البارز في الكتابة القصصية والأدبية، إضافة لدوره المجمعي كأحد المجمعيين الأول الذين انضموا لمجمع اللغة العربية مبكرا، وكان لهم فيه أثر وكيان. وفي عصره اقترب محمود تيمور صداقة وزمالة ومودة من أعلام هذا العصر الذين كانت مصر تزهى بهم إبداعا ومواقف. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا صورا أدبية لبعض هؤلاء من خلال مرآة الأديب والقصصي محمود تيمور. بداية يقول محمود تيمور عن هؤلاء الأعلام وعن علاقاته بهم: لقد عرفتهم عن كثب، قرأت لهم كراما كاتبين، أو نعمت بمجلسهم متحدثين، أو خالطتهم إخوانا خلصاء، فاستشعرت لهم تقديرا وأكننت لهم ودا، وتمثلت لكل منهم في دخيلتي صورة خاصة، فوكلت إلى القلم أن يبرزها كما هي في دخيلتي، صورة تجلو أوضح المعالم وتكشف عن جوهر الخصائص، وتوحي بما سما إليه صاحبها من مكانة في بيئته، وما أعقب من أثر في ميدانه. ولكأني بما صنعت قد ابتغيت أن أسجل لتلك الشخصيات حياة يخطها القلم حروفا وكلمات، كما يسجل الرسام الملامح والسمات حين يسويها بألوان وظلال. وهم بما كان لكل منهم من نبوغ في فنه أعزاء على تاريخ الفكر الموصول بحياة الإنسان على مر الزمان. ولنبدأ بعلاقة محمود تيمور بعمته عائشة التيمورية، كيف أثرت في عصرها وكيف كان لها مكانة في حياته. يقول مخاطبا إياها: منذ النشأة الأولى وأنا أستمد منك العون في ذلك الجانب المرموق من حياتي، جانب النزعة الأدبية التي أعتز بها وأغالي، فلأنت الآخذة بناصري في طليعة من كان لي عونا من أب وشقيق وصديق. ولقد كانت قصائدك باكورة ما قرأت وحفظت،
فما أنسى يوم أقبل علي أبي يدفع إلي ورقة خط فيها أبياتا ضبطها بالمداد الأحمر، وما لبث أن قال لي: اقرأ. فأطعت متمهلا في القراءة خشية العثار. بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أسمو على أترابي. وواصلت تلاوتي، وعن يمين أبي يرنو إلي وهو يصوب الخطأ ويشرح الصعب ويفيض في الإبانة والإفهام. وهكذا تلقيت من شعرك أول قبسة من نور الفضيلة، وأسبق نفحة من مكارم الأخلاق. وأذكر أننا نحن الأشقاء الثلاثة، يقصد هو وشقيقيه محمد وإسماعيل، كنا في منصرفنا من المدرسة إلى البيت نتخذ من تلك القصيدة السامية في أهدافها ومراميها أنشودة الطريق، نتسلى بالترنم بها في نشوة وابتهاج. أما عن علاقته بشقيقه محمد تيمور، وكيف كان لمحمد دور في الفن والأدب، فيقول: ذكرى محمد تيمور هي ذكراي أنا نفسي في زهرة العمر. إذا تصفحت أحداث حياته برزت على الفور أحداث حياتي. كلانا كان تواقا إلى الأدب والفن، أقبلنا على الكتب نطالعها في تشوق يبلغ حد النهم، وأنشأنا صحيفة ننشر فيها ما نهوى. كان توزيعها مقصورا على أهل البيت أول الأمر، ثم أصابت حظا من الرواج والانتشار بين أهالي الحي الذي نسكنه، ومضينا نؤسس الأجواق المنزلية وغير المنزلية، ننفس بها عن تطلعنا إلى ممارسة فن التمثيل. ومع أن الموت أعجله فقضى دون 30، فإنه أعطى النماذج الإيجابية لما كان يدعو إليه، وبلغ من التأثير بها ما كان يبغيه. ولكن مظهر الريادة في عمله فاق مظهر الإنتاج، على أن حصيلة إنتاجه في تلك المهلة القصيرة من العمر كانت فيها المعية الخلق والإبداع، وعليها طابع الجدة والابتكار. وأن المدرسة التي أرسى وأقام دعائمها وجمع من حولها الحواريين والأشياع كانت نبتة زاكية لإبراز تطور جذري في الأدب، وشق أفق جديد في الفن، وإشاعة مفاهيم عصرية تقدمية للمجتمع وأوضاعه. عن محمود تيمور، نشأته وتكوينه، يحدثنا الدكتور بسيم عبد العظيم، الشاعر والناقد والأستاذ بجامعة المنوفية ورئيس لجنة العلاقات العربية باتحاد كتاب مصر. نتحدث اليوم عن الكاتب الكبير محمود تيمور. ومحمود بن أحمد تيمور باشا هو شيخ القصة العربية، ولد في أسرة اشتهرت بحبها وعشقها للأدب والعلم وخدمة العلم. والده العلامة أحمد تيمور باشا كرس حياته وماله لخدمة التراث والأدب العربي، فترك إرثا عظيما للأدباء والعلماء من بعده، وهي المكتبة التيمورية التي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا قائمة في دار الكتب المصرية. وعمته الشاعرة عائشة التيمورية التي سطع نجمها في زمن خلت فيه الأديبات والمبدعات من النساء. أما شقيقه فهو الأديب والكاتب المسرحي محمد تيمور. ولد الكاتب محمود تيمور في 16 من يونيو حزيران من عام 1894 ميلادية في حي درب السعادة في القاهرة. قضى محمود تيمور طفولته في هذه القرية أو في هذا الحي، واختلط بأهلها وجالسهم واستمع إلى أحاديثهم ولعب مع أطفالهم، ثم انتقل مع أسرته إلى ضاحية عين شمس في الريف،
ثم ما لبث أن عاد إلى حي الحلمية في القاهرة، وهو حي عرف عن ساكنيه أنهم من العلماء وأصحاب الجاه والموظفين. أما محمود تيمور فقد كان يقصد الريف ليقضي فيه إجازاته الصيفية، فعاشر فيه الفلاحين وألف حياتهم وجلساتهم. هذه الحياة التي قضاها محمود تيمور في البيئات المتنوعة التي عاشها بين الريف والمدينة أكسبته حسا بالوطنية وقربته من الحياة الشعبية، وكان لهذه الخبرة دور كبير في أدبه، حيث نهل من بحرها ما استطاع ليكون لنفسه ينبوعا يروي منه كتاباته ومؤلفاته. حياة محمود تيمور الدراسية. بالنسبة لحياة تيمور في الدراسة أو الدراسية، فقد التحق بالمدارس المصرية في المرحلة الابتدائية، ثم بعد ذلك التحق بمدرسة الزراعة العليا في المرحلة الثانوية، ولكن سرعان ما اضطر إلى ترك الدراسة بسبب مرض تيفويد الذي فاجأه في بداية دراسته في مدرسة الزراعة العليا، وكان سببا لانقطاعه عن الدراسة. وفي فترة مرضه وجد محمود تيمور في القراءة والمطالعة ما يشغل به وقت فراغه ويقلل من آلامه ويقضي به على ملله، فتفرغ لدراسة الأدب العربي والآداب العالمية، وكان ذلك بتشجيع من والده أحمد تيمور باشا وشقيقه محمد تيمور، كما وجهه شقيقه وشجعه لقراءة كتاب حديث عيسى بن هشام للمويلحي، وقصة زينب للكاتب الكبير محمد حسين هيكل، والروايات التي قرأها محمود تيمور للكثير من الكتاب والأدباء الأجانب. كما تأثر محمود تيمور بالأديب الفرنسي موباسان والأديبين الروسيين تشيكوف وتورجنيف. علم آخر من أعلام مصر عرفه محمود تيمور هو عبد العزيز فهمي باشا. يحكي عنه فيقول: أول مرة اجتليت فيها صورة الرجل عن كثب كانت بدار المجمع اللغوي في زيارة لتلك الدار. لمحته على متكئ يجلس جلسة تتوضح فيها الوداعة البالغة، فاسترعى نظري منه طول إطراقه وقد أزاح طربوشه إلى الوراء، فناجيت نفسي: أهذا صاحب مشروع الحروف اللاتينية للكتابة العربية؟ ذلك المشروع الذي انبعث من المجمع قذيفة اهتاج لها رجال الفكر في أرجاء الأمة العربية، وكانت مثار يقظة ونشطة وانبعاث. ثم يقول: حياة عبد العزيز فهمي سلسلة من المغامرات في سبيل العمل، فهو لا يحل مثابة ولا يشترك في شيء إلا كان العمل رائده فيه، فإذا هو يثير حوله فورة النشاط الدؤوب. هيهات أن يكون سلبيا في موقفه مكتفيا بملء كرسيه، فهو على يقين أنه صاحب رسالة. يجلس عضوا في لجنة الدستور فيكون أبا للدستور، ويهبط الريف فيثير فيه ثائرة تعمير وتمدين وإصلاح، ويدعى إلى المجمع اللغوي فإذا هو السباق إلى ارتياد آفاق جديدة تحدوه إليها حرارة العقيدة وألمعية التفكير. وعن الأديب والمفكر الدكتور أحمد أمين يقول محمود تيمور: إذا جاز لنا أن نوجز وصف أحمد أمين في كلمة قلنا إنه بناء، وخير ما يمتاز به هذا البناء في نزعته أنه اجتماعي عصري، وأنه واقعي عملي، له رسالة إصلاحية واضحة يبتغي بها تجديد العقلية العربية وإمدادها بما يعينها على ملاحقة الزمان في سيره الحثيث. اقرأ كتابه فجر الإسلام وصنويه الضحى والظهر، تجده يؤرخ لعقلية المسلمين في مواضي الحقب، ولكنك تستطيع أن تلمح خلف مظاهر البحث والدرس لوامع تلك الروح الأصيلة، روح الدعوة إلى الإصلاح والتوجيه إليه، إذ هو يجلو لك منهاج الفكر العربي في تطوره وسموه،
ويميط الغبار عن معالمه ويريك الضوء من مصابيحه. مستمعينا، في الحلقة القادمة بمشيئة الله صور جديدة لبعض أعلام مصر في مرآة الأديب والقصصي محمود تيمور. صفحات من سيرة أم الدنيا، مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.